اللي يهادن الأجنبي ويحميه ويتخلى عن أخوه ربعه، لا يهرج عن أعرافنا وأسلافنا. الله يسامحك يا شيخ ضاري، ما هو بالشيخ عناد اللي يتخلى عن ربعه. ويوم أرسلت لك حمد لأجل تفزع معانا على جانب وفشلتنا، وإيش سمي هذا؟ وإيش سميه؟ سميه ميلة بختكم العاثر. لو كان حمد جاني قبل يجيني الضابط الأجنبي كنت فزعت معاكم، لكن الأجانب سبقوكم وطلبوا مني الهدنة، يكفونا شرهم ونكفيهم شرنا، ولا يعتدون علينا ولا نعتدي عليهم. وأنا خلاص انطيت كلمة وما أقدر أتراجع فيها، وجيني حمد يقول لي أتراجع عن كلامي وأفزع معاكم. اللي يده بالماء ما هو بمثل اللي يده بالنار، وحاميات الأجانب جاثمة على صدورنا ما هي بعليك. ولو كنت بدوي أصيل ما كنت هادنت الأجنبي وحطيت يدك بيده. ما هو بنت اللي تعلمني أهادن من ومن لا أهادن، وكل واحد عقله براسه ويعرف خلاصه. وخلاصك لقيتها مع الأجنبي يا شيخ عناد؟ يا حيف عليك يا شيخ عناد، ما حقيت انك تصير بلا مروة وتوقف مع الأجنبي ضد أخوك. أنا بلا مروة يا شيخ ضاري؟ ايه، وتهني ببيتك، لكن أنا الغلطان اللي هنت نفسي وجيتك لبيتك. يا شيخ ضاري ودي أقول شيء يا شيخ ضاري. يا شيخ ضاري مهيوب يا الشيء. لبيك يا شيخ. ضاري طول عمره عنيد وراسه ناشفه ودوم مسوي نفسه على حق، والخلق كلها على خطأ. الحق ما هو على الشيخ ضاري، الحق على الشيخ سالم اللي حرض الشيخ ضاري ضدك وجاي يشتكيك ويقلل من قيمتك عنده. اي بالله صدقت يا مهيوب، ما راح انساها لك يا سالم. امشي ورايا. يا لبيك يا شيخ. امشي. ولد يا سكر! سكر تعال يلا! اطلع 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 قلت لك تعال! يا خال! وش فيك؟ يا خال علامك يا خال! وين رايح؟ احنا ما صدقنا شفناك يا خال. علامك يا اخوي، هيك جاي وتروح من غير ما تسلم علي؟ يرضيك يا مزنه، الشيخ ضاري يهني ببيته. لا ما يرضيني، حقك علي، بس الحق مو عليه، الحق على الشيخ سالم اخو فضة، من يوم ما لفى على الديرة وجاب معاه كل المصايب. وبالكاد يا اخوي سمعت وش صار لطحنون؟ ايه سمعت، وزين انهم ما ذبحوه. اقول لك يا خال لا تاخذ بخاطرك من عم الشيخ ضاري، ترى هذه عوايده، وبعدين هو حاطط الاجانب براسه وده كل العرب طاوعه. خليه بروحه، لكن انا ابد ما امشي على كيفه. رخصي لي اختي يا مزنه. بالسلامة يا اخوي، سلم على حرمتك زينب. بخاطركم. بمان الله يا خال، بمان الله. عاجبك يمه اللي سواه راجلك مع خالي عناد؟ الله يسامحك يا شيخ ضاري، هيك تسود وجهي مع اخوي، خليته يروح وخاطره مكدر. يا وعد. هلا رباب. خير، وش ودش رسلتي وراي؟ ودي أسأل عن أخوك كايد. خير، عسى ما شر. قلقانة على أبوي يا رباب، اتأخر بديرة الشيخ ضاري. ودي أنشد أخوك، يمكن يكون سمع علوم عن أبويا من عابر سبيل ولا مسافر. كايد وكاد إنه يتعلل عند رفيقه عبد الله. نافي. خير يا عمه. روح لين بيت عبد الله وانده كايد. بالحال يا عمه. تفضل اتقهوي. مكسورة الخير. تفضل العراف. ايه 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 طريقك يا كايد كله ورود. وين الورود؟ ما شفتها، ما شفت في دروبي غير الشوك والصدم الحبيب. يا الحبيب. ايه أجب إنها راح تجيك فرحة بعد نقصة، وحب بعد كره، وخير بعد شر. متوكد يا عراف؟ ايه هذا مكتوب بحظك حتى شوف. وين أشوف؟ ذاك الخط، خط الحظ الوافر. يا عم كايد. وش فيك؟ الشيخ وعد بده إياك. وش تقول؟ الشيخة وعد بدهياني؟ بالحال. وش تقول؟ الشيخة وعد بدهياني وفي الحال؟
إيه يا كايد، وكاد إن العراف أصاب هالمرة. والله لو صدقت يا عراف، والله هو محمد رسول الله لأعطيك هدية مجزية، وأنا كايد خرباب. بالإذن يا جماعة، يلا قدامي. يا كايد، والله وتحقق مرادك. وعد يا وعد. هلا يا أخويا كايد. هلا والله، هلا والله، هلا والله. أنا متوكد إنه بيجي هاليوم اللي تطلبيني فيه وتقولين إنش موافقة، تصيرين حليلتي اللي على كتاب الله وسنة رسوله. إيه لله يا الفطين، ما هقيت وعد تريدك بسالفة ثانية. وش السالفة؟ اسمع يا كايد، أبغى أنشدك عن أبوي، تراه تأخر، ما سمعت أي علوم عنه، من عابر سبيل ولا مسافر؟ طلبتيني من شان هالسالفة؟ والله ما عندي أي أخبار، وأنا بعد قلقانة عليه. خلاص، لو سمعت أي علوم خبرني. إن شاء الله إن شاء الله. يا أخويا كايد، علومك. أستاذنك، الليلة هبيت عند وعد. وش تقولين؟ تباتين عند وعد؟ إيه بالله عليك، بالله عليك حاولي معها، وأنا أخوك كايد. بإذن الله، بإذن الله يا أخوي. السلام عليكم. يلا في أمان الله. يا حرقة قلبي عليك يا طحنون، وكان جرحك خطير، وصقر مخبي علي. يا واد قلبي يا طحنون. تفضلين يا عمتي مزنة هالقهوة. ما ودي قهوة يا هيلة، ما ودي. ليه قاعدة لوحدش؟ وليش تاكلين بروحش؟ وش رايش لو تروحين تتعللين مع الحريم بمحرم عمتي فضة وتتونسين معهم بدل ما انتي قاعدة بروحش؟ وش؟ اروح اتعلل عند فضة؟ هذا اللي ناقص. اطلع برا، روح اطلع برا. اتعلل عند فضة، هذا اللي ناقص. الحريم قاعدات عند فضة يتعلل، وانا قاعدة بروحي والنار تاكل قلبي على طحنون. وفضة بدل ما تواسيني قاعدة تتعلل وتضحك. والله ما اخليها مستانسات، ورايحة انكد عيشكن. وعقله مثل الحجر، وما يكسر الحجر إلا الحجر. الله يهداك. سود الله وجوهكن من حريم، قاعدات تسولفن وتضحكن وتتعللن مع فضة، وابني طحنون جريح الله يعلم بحاله. قومن انقلعن برا، قومن. علامك يا مزنة، إن شاء الله ولدش بخير وابني مبخوت معاه، والقوم طمنونا عليه، لا تقلقي. قاعدين تتعللن وكادن كنت تشمتن بولدي. قومن انقلعن برا. مزنة، عيب عليش يا مزنة، لين هني وبس. تراني سكت عليش كثير، لين توصل بش المواصيل تطردين ضيفاتي ومن محرمي. ليش عين ترفعين صوتك يا فضة؟ ليش عين؟ نسيتي يا خوش؟ هو السبب باللي صار لابني طحنون؟ نسيت ان ابني طحنون انجرح، هو يرد الأجانب لاجل خوش. وش دخل الشيخ سالم؟ ابنك انجرح وهو يفزع مع دخيلنا، دخيل الشيخ ضاري. ما ظنيت ان الشيخ ضاري رح يرضى بالكلام اللي تقولينه. وانتي وش دخلش؟ لو كان ابنش ما كنتي هرشتي هذا الهرج. انقلعي. الله يسامحش يا مزنة، ارخصي لي يا فضة. لا يا هلالة، ما يصير تمشي، وارجوك استري ما شفتي منه. وش شافت منه؟ وش شافت يا فضة؟ مزنة، تراش زودتيها كثير يا مزنة. سمعي، إن ودك تعللين معانا وتحفظين لسانك يا هلا وسهلا بش، وإلا الله معاش. تطرديني يا فضة؟ والله وبينتي على حقيقتش، ودش يصفالك الجو، انتي واخوش وابنش. انتي تكرهيني انا واولادي. لا يا فضة، ما راح يحقق اللي ببالك. انا مزنة اخت عناد. استهدي بالله يا مزنة. خلش منها يا هلالة، هاي مزنة قلبها أسود، وأنا دوم متحملة وصابرة عليها كثير، لكن أبد ما أسمح توصل
بهالمواصيل تطردكم انتم ضيفات وفي محرمي والسموحة منكن يا جماعة. هيلا قومي صبي قهوة. تمر يا عمتي. أقول يا شيخ ترى مكذب عليك، قلبي ما هو مطمن لسالفة بقى طحنون ولد الشيخ ضاري بديرتنا. أخاف يلفى الشيخ ضاري لديرتنا لأجل يطمن على ولده، ويا خوفي يتذكر وجهنا أو يتعرف على واحد منا، يومها راح يفتح أبواب جهنم الحمراء علينا. إيه صدقت يا شرهان، ترى يا عم الشيخ كل ما رحت أشوف طحنون أبعد وجهي عن وجهه. وليه تبعد وجهك عن طحنون؟ أخاف يتذكر وجهي يوم أسرونا بديرتهم زمان. الله أكبر عليك، دومك أحمق، وش دخل طحنون بهالسالفة؟ هالسالفة حصلت قبل ما طحنون ينخلق. يا شرهان صدقني مستحيل يتذكروا وجوهنا، وافرض إن واحد منهم اتعرف علينا، وش اللي سويناه؟ تحرشنا بوحده من نسائهم، ما علينا لوم، كنا يومها شباب طايشين والحين كبرنا وعفى الله عما سلف. يا شيخ ركاض نسيت انك ذبحت سراج وحمده حرمة الشيخ ضاري. وش عرفهم بهالسالفة؟ هالسالفة محد نعرفها غيري أنا وأنت وشرهان، وبعدين ما قلت لك أكثر من مرة ما ودي أسمع سيرة الذبح على لسانك. بس يا شيخ لا تنسى إن حمده وسراج انذبحوا ثاني يوم هروبنا، وكاد إنهم يشكوا بينا لأنهم ما لهم عدو يومها غيرنا. اسمع أنت وياه، كل الهرج اللي تقولوه تخيلات ومو بصحيح، وعشان تطمنون أكثر وش رايك يا شرهان تروح تتعلل مع طحنون وتسولف معاه، تأخذه بالكلام لأن سالفة ذبح سراج وحمده، ووقتها اسأله مين اللي ذبحهم. لو قال لك ما ندري معناه إن القوم ما لهم غريم ولا شاكين فينا، وإن قال لك أن ربعه يعرفون الغريب بس ما لقوه وبعدهم يدورون عليه معناها خوفكم في محله، وساعتها يحلها الله. والله معك حق يا عم الشيخ، خلاص أنا راح أسولف معاه. وانت روح يا المخبول تراك أهبل، وبدل ما تأخذه بالكلام يأخذك هو بالكلام وتعترف علينا وتفضحنا. وين رايح يبا؟ أودي الزاد للجريح يبا. لا خليك انتي. شرهان خذ الزاد وديه للجريح. تامر يا شيخ. شرهان لا تنسى تاخذه بالكلام وتعرف منه السالفة. سالفة؟ وش هالسالفة يا خال؟ هذا سالفة سر قديم بيني أنا وأبوش ما حد يعرفها غيري أنا وهو وشرهان. وش هالسر يبا؟ وش من سر؟ صدقين خالك المخبول؟ روحي يبا. الله يستر من لسانك هذا اللي راح يبلينا. تراني جيعان يا شيخ واحس ان مصارين بطني تغرغر غرغره. الحين شروق تلفانه بالعشاء واحس بالعافيه في رجلي وفي قلبي. السلام عليكم، جبت الزاد يا ضيف الرحمن. وش جابه هذا؟ سد نفسي الله يسد نفسه. وش تقول؟ أقول ما ودي زاد الحين ونفسي مسدودة. خل الزاد هون وقت ما ترغب نفسك به قلط. أنا ودي أتعشى. تعشى بالعافية اقلط. أقول يا طحنون. طحنون؟ الشيخ طحنون